لو قلت لك ان النيتروجين السائل والهواء المضغوط يستخدموا في عمليات الاختراق، فدي هتبقى حاجة غريبة عليك. وهل لو انا حاطط باسورد قوي على جهاز الكمبيوتر بتاعي، هل معنى كده ان بياناتي في امان؟ هفاجئك واقول لك لا. خليك معانا النهارده علشان هنتكلم عن وحدات التخزين، وهنتكلم عن انواع الاختراقات للبيانات حتى لو انت حاطط باسورد للجهاز بتاعك. ولو لسه مشتركتش في القناة، اشترك دلوقتي وورينا اللايك الجميل بتاعك. يلا بينا. Don't you be afraid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز رجب وأنت على قناة هاكر ماسترز سكول، وهنتكلم النهاردة عن وحدات التخزين. وزي ما عودناكم، أول جزء هنتكلم فيه هو جزء الكلمات. الجزء الأول الكلمات: داتا بيانات، ستورج تخزين، لونج تيرم ميموري ذاكرة مدى طويل، ماجنتيك مغناطيسي، ميديا وسائط، تيب شريط، بلاتر اسطوانة فوتوغرافية، روتيشن بير مينت تناوب في الدقيقة، اوبتيكال بصري. وهنتكلم عن الجزء الثاني بتاعنا النهاردة، عن الاستورج. اتكلمنا في الأجزاء اللي فاتت عن أجزاء الكمبيوتر اللي بتقوم بمعالجة البيانات. طيب، هي البيانات دي لما بيتم معالجتها يعني بتتحط فين بعد ما يتم معالجتها؟ المفروض ان في حد هيرد عليا يقول لي هو البروسيسور كان بعد ما بيعمل معالجة للبيانات بيبدأ يديها للرامات. طيب، لو بصينا على الرامات هنلاقي فيها حاجتين أساسيتين. أولا، إن حجمها برضو صغير على إن هي تحفظ كل الداتا اللي على الكمبيوتر. المشكلة التانية إن هي ذاكرة متطايرة. إذا فكان لازم يكون عندنا وحدة أكبر، وفي نفس الوقت المعلومات ما بتتطيرش منها، يعني لما الكهرباء بتتفصل عنها. فجأة دور الاستورج. مع ان الرامات بتبقى سرعة النقل بتاعتها تفوق ممكن وحدات الاستورج بمليون مرة، الا ان وحدات الاستورج مهمة ان انا اخزن فيها الداتا باحجامها الكبيرة. وفي نفس الوقت لما ابدأ افصل الكهرباء عن جهاز الكمبيوتر، كل البيانات اللي انا حفظتها فيها الاقيها موجودة تاني. طيب، معنى كده ان احنا لما نيجي نبدأ نتكلم عن الاستورج، هنتكلم عن وحدات كبيرة وهتكون أبطأ نسبيا من الرامات. طيب، هنتكلم عن 3 أنواع أساسية لللونج تيرم ميموري ستورج. أول نوع منهم وده اللي كان شائع لفترة كبيرة، اللي هو الماجنتيك ستورج. الماجنتيك ستورج بيقوم على تخزين البيانات على وسائط ممغنطة زي الفلوبي والتيب والهارد ديسك، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. وبيتم تخزين المعلومات عليه على البلاتر. ولو بصينا على الفيديو ده كده هنلاقي ان عندنا حاجة اسمها بلاتر، حاجة زي اسطوانات كده حديدية في الهارد، وعليها حاجة زي الإبرة. هي على فكرة الإبرة دي مش ملامسة زي ما كل الناس بتعتقد للبلاتر نفسه، بل ان هي بتبقى يعني في مسافة ما بينها وما بين البلاتر، بس هي بتقدر تقرا البيانات كزيروز وونز من خلال الماجنتيزم بتاع الديسك نفسه. وبيكون طبعا الإبرة دي متحرك فيها نظام حاجة اللي هي بتبدأ إن هي تحرك الإبرة اللي بتعدي على البلاتر وتبدأ تقرا الداتا من عليه. طيب، الهاردات ليها سرعات مختلفة، بنطلق عليها السرعات دي ال RPM أو الروتيشن بير مينيت. أشهر حاجات هنلاقيها كانت ال7200 RPM، وكان في اللي هو ال10000، وكان في 15000، كل واحدة على حسب النوعية بتاعتها. طيب، وبالنسبة للأحجام، الأحجام حاليا الهاردات
موجود في السوق من 1 تيرا ل2 تيرا لحد 15 تيرا الهارد الواحد. حتة مثلا الهارد بالجيجا ده خلاص بقى في الغالب اختفى من وقت وقف تصنيعه. بقى أقل حاجة تتصنع دلوقتي اللي هي ال1 تيرا بالنسبة للهاردات اللي هي الماجنتيك ستورج دي. هندخل على نوع تاني من الاستورج ألا وهو الأوبتيكال ستورج. الأوبتيكال ستورج ده زي كلنا عارفين حاجة اسمها اللي هي الCD والDVD، وده بيستخدموا الليزر علشان يبدأوا إن هما يقروا البيانات من خلال الضوء. تالت حاجة هنبدأ نتكلم عليها في الاستورج ألا وهي السوليد ستيت ستورج، ودي عبارة عن رقائق بتبقى شغالة بحاجة اسمها الانتجريتد سيركت، نظام عاملة زي يعتبر زي شكل الرامات بالظبط كده من جوه، وما فيهاش اجزاء متحركه، يعني ما فيهاش نظام زي اسطوانات زي بلاتر كده اللي هو كان بيلف مثلا في المagnetic ستورج، ولا هو مثلا زي الاوبتيكال ستورج هو عباره عن اسطوانه بتلف، ولا الكلام ده لا. هو الفكره بتاعته كلها عامله زي الرامات بالظبط، عباره عن تشيبات كده موجوده وتبدا يتم تخزين البيانات عليها ومسحها من عليها. وطبعا هي الميزه فيها ان هي بتكون اسرع بكتير جدا من النوعين اللي فاتوا، غير كده بتبقى أقل في استخدام الكهرباء. وكمان فيها ميزة قوية جدا ألا وهي إن احتمالية الأخطاء فيها بتكون أقل بكتير جدا من الأنواع اللي فاتت. طيب لو بصينا على السوليد ستيت ستورج هنلاقي منها 4 أنواع أساسية. في عندنا حاجة اسمها اللي هي الاس اس دي، ودي اللي هي بتبقى جاية مدمجة في اللابتوبس حاليا، وبتبقى موجودة في معظم اللابتوبز الجديدة او الكمبيوترات الجديدة. دايما لما بيبدأ تحط الاوبريتنج سيستم تحطه على الاس اس دي، لان السرعة بتاعته بتبقى عالية جدا، ونسبة الاخطاء زي ما احنا قلنا قبل كده ان هي بتبقى قليلة. فالاس اس دي بيعتبر هو المين ستورج بتاع اي ديفايس دلوقتي. تاني نوع معانا في السوليد ستيت ستورج الا وهو اليو اس بي فلاش درايف. الفلاشة اللي انت بتاخدها دي اللي انت بتستخدمها دي هي يعتبر نفس فكرة الهاردات الاس اس دي. طيب تالت حاجة معانا هنلاقي الاس دي كارد. الاس دي كارد ده اللي هو بنبدأ ان احنا نحطه مثلا جوه جهاز الموبايل، او نحطه مثلا في بيت كارت كده، نحطه مثلا في مدخل معين كده في اللابتوب او في الكاميرات الحديثة. زائد حاجة اسمها برضو الرابعة في النوعيات اللي هي السوليد ستيت ستورج ألا وهي الكومباكت فلاش، حاجة زي يعتبر الفلاش بالظبط. طيب هو ايه اللي بيميز وحدات الاس اس دي؟ اول حاجة لازم نعرف بس الاول ان الاس اس دي بينفع ان احنا نوصلها بالمذر بورد زي الهاردات الاتش دي دي عادي جدا بالساتا كونكتور. طبعا احجام الاس اس دي حاليا بتبدأ من 128 جيجا لحد 2 تيرا بايت. طبعا مقارنة بالهاردات ال HDD هنلاقي الهاردات ال HDD حاليا بتبدأ من ال1 تيرا وبتوصل لحد 12 تيرا وممكن أزيد كمان. بس بتبقى الحقيقة اللي هي بتقولك إن ال SSD بتبقى أغلى بكتير جدا من ال HDD. وطبعا الهاردات سواء SSD أو HDD بينفع إن احنا نوصلهم بوصلة اللي هي الإي ساتا أو الإكسترنال ساتا خارجيا. يعني ممكن نوصل الهارد سواء HDD بوصلة اكسترنال ساتا خارجية، أو بنوصل الهاردات ال SSD من نوع الاكسترنال خارجيا برضو بوصلة الإي ساتا. طبعا عارفين ان وحدات ال SSD ما فيهاش طبعا بلاتر من جوه، اذا دي بتديها ميزة حتة ان هي تبقى دايما سايلنت او صامتة. تاني حاجة برضو بتبقى مقاومة بشكل اكبر للصدمات من ال SSL من ال HDD storage. يعني عندك الهارد ال HDD لما بيقع على الارض ولا حاجة ده يعني في اغلب الاحوال بيبقى اتدمر خلاص، بعكس الهاردات ال SSD اللي بتعتبر بتتحمل صدمات عن الهاردات ال HDD. طيب هنبدأ نتكلم على أنواع الستورج ديفايسز من حيث الاتصال. طبعا اتكلمنا في درس المذر بورد عن الفرق ما بين الباتا والساتا، واللينك فوق اهو لو حد حابب ان هو يرجع للدرس ده
ذكرنا بالتفصيل وبشرح مفصل ايه الفرق ما بين التو كوميونيكيشنز دول. هنضيف بقى على نقطة الساتا، في ان احنا عندنا في الهاردات 3 انواع من الساتا. عندنا الساتا 1، وعندنا الساتا 2، وعندنا الساتا 3. طيب بيختلفوا عن الباتا في ايه؟ بيختلفوا ان بالنسبة مثلا لو جينا بصينا على ساتا 1، هنلاقي سرعة النقل بتاعته 150 ميجا بير سكند. ساتا 2 هنلاقيه بينقل 300 ميجا بير سكند. ساتا 3 بنلاقيه بينقل 600 ميجا بير سكند. وطبعا لما نيجي نجيب الهاردات من النوعيات دي لازم نبقى عارفين المذر بورد اللي عندنا بتدعم اي نوع منهم، علشان ابدا ان انا استفاد بالفول سبيد بتاعه الهاردات اللي انا جايبها. طيب هنبدا نتكلم عن حاجه برضو في الكوميونيكيشن بتاع الاستورج، حاجه اللي اسمها السكازي ديسك. السكازي ديسك دي دايما بيشيع استخدامها في عالم السيرفرات. يعني انت عندك مثلا ممكن الكونكشن اللي هو بتاع السكازي ده، او الكيبل بتاع السكازي ده، ينفع ممكن توصل فيه لحد على الوصلة الواحدة ينفع توصل فيها لحد 12 هارد ديسك. فطبعا ليها مميزات جامدة جدا، بس دي هيجي دورها بإذن الله بعدين في كورس تالي، هنبدأ نشرح حاجات معينة فيها بالتفصيل. وهنتكلم على النوع الأخير في أنواع الاستورج من حيث الكوميونيكيشن، ألا وهو النتورك كوميونيكيشن. في عندنا حاجة كده اسمها الناس، دي اختصار لنتورك اتاجد ستورج. طب دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة بيبقى عندنا صندوق كده، بوكس. ده بيبقى عبارة عن بوكس بنبدأ ان احنا نحط فيه كمية هاردات كتيرة جدا. الهاردات الكتيرة دي بتبقى متوصلة في الاخر خالص على سيستم معين وفي البوكس ده. والبوكس ده بيبقى متصل بالشبكة بتاعتنا، بحيث ان لو اجهزة كلها، اي جهاز في اجهزة في الشبكة عايز يأكسس على الناس ده، بيبدأ بكل بساطة يدخل عليه بكل سهولة، من زي الحاجات اللي هي بتاعت الماب نتورك درايف. وطبعا هنتكلم عن موضوع الماب نتورك درايف ده بإذن الله في الكورس التاني لينا. هنتكلم دلوقتي، أنا دلوقتي لو رايح أجيب جهاز مثلا، هجيب ايه؟ المفروض والله ان انا حاليا لو انا معايا فلوس والدنيا تمام معايا، المفروض اجيب هارد اس اس دي وتكون الكباسيتي بتاعته كبيرة. طيب بما ان الحالة الاقتصادية بتاعت الناس كلها تعبانة شوية، نعمل ايه؟ والله في حل بسيط جدا. انا ممكن اجيب هارد اس اس دي، احمل عليه الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي انا هشتغل عليه، واحمل عليه الابليكيشن اللي انا هشتغل عليها. دي هتديني سبيد او سرعة عالية جدا في اثناء تشغيل النظام التشغيل بتاعي او الابليكيشنز بتاعتي، وهتريحني كتير جدا. وابدا مثلا اخلي هارد، مثلا اجيب مثلا هارد 2 تيرا او 4 تيرا. ده هارد عادي اتش دي دي، اخليه للافلام مثلا، للداتا الكبيرة، للاشياء اللي هي مش هتفرق معايا السرعة بتاعتها. طيب نتكلم عن خاصية برضو تاني في الهارد، اسمها ال SMART، او بنطلق عليها احنا مرة واحدة كده بنقول عليها سمارت. التكنولوجي دي بتبدأ تراقب لي الأداء بتاع الهارد. فساعات كده وانت شغال تبص تلاقي الويندوز مثلا راح مطلع لك رسالة كده، او انت حتى من على البايوس بره كده بتبدأ يطلع لك رسالة بيقول لك خلي بالك ان الهارد بتاعك فيه مشاكل، ولازم ان انت تبقى بالداتا بتاعتك في اي حتة، علشان الهارد معرض ان هو يحصل له مشكلة في اي وقت. وطبعا الرسالة دي تقدر ان انت توقفها او تشغلها من البايوس عادي جدا. هنتكلم في الجزء الثالث والرابع بتاعنا النهاردة، الخاص بالسايبر سيكيورتي والقصة، عن موضوع مهم جدا. هنبدأ بسؤال: هل لو انت حاطط باسورد على جهاز الكمبيوتر بتاعك فبياناتك بقت في امان؟ الاجابة لا.
طيب ليه؟ علشان بكل سهولة بواسطة فلاشة هنتعلم ازاي نعملها في كورس بعد كده. تقدر تدخل بس مش على كمبيوتر شخصي ولا على لابتوب، لا ده انت تقدر كمان تدخل على سيرفرات. ده الكلام ده لو ليه فيزيكال اكسس عليك، اما لو كان مخترقك من الخارج فهو فعليا مش محتاج لأي باسورد ولا أي حاجة من الحاجات اللي قلناها دي علشان يخترقك. هو كده اخترقك خلاص أصلا يعني بسهولة. وعلى فكرة الموضوع ده ما بينطبقش على أجهزة الكمبيوتر بس، لا على أجهزة الموبايل برضو بتاعك ومهما كان نوع. كل نوع من أنواع الموبايل تقدر إن أنت لو حصل لك فيزيكال أكسس عليه، أو قدر الهاكر يقدر إن هو دخل عليه ثرو إنترنت، يقدر إن هو كل الباسوردات يباي باس الباسوردز بتاعتك كلها، وكل البيانات بتاعتك هتبقى في ايده عادي جدا، حاجة عادية جدا. حد يطلع يقول لي طبعا انا مش هعمل باسورد، انا هعمل بصمة صباع. عايز اقول لك ان كان في مؤتمر من مؤتمرات ابل، كانوا لسه بيعلنوا عن اصدار جديد من ابل غير قابل للاختراق. بعد ما خلص المؤتمر بالظبط تم اختراق الهاتف من شركة ابل. طبعا اللي حابب يعرف الطريقة اللي اخترقوا بيها الموضوع ده يقول لي وانا هكتب له في التعليقات. طبعا طريقة كانت ظريفة جدا. طيب اذا هل مفيش حل للموضوع ده؟ لا، في حل بإذن الله. في حل ان هم عملوا حاجات زي مفاتيح تشفير للوحدات التخزين نفسها، بحيث ان لو حد قدر يدخل على جهاز الكمبيوتر نفسه اقدر ان انا ما اخلوش يقدر يدخل على الهارد ديسك بتاعي غير بكلمة سر، ومش كلمة سر عادية، لا دي كلمة سر مشفرة. وهي دي خاصية البيت لوكر اللي جات لنا من شركة مايكروسوفت. مايكروسوفت من اول ويندوز فيستا عملت لنا حاجة اسمها البيت لوكر. مفاتيح تشفير، عبارة عن مفاتيح تشفير بتتكون من حوالي 128 أو 256 بت. طبعا الخاصية دي بتقوم بتشفير البيانات، وبتقدر إن هي تعمل نوع من أنواع الحماية القوية جدا على البيانات بتاعتك. حتى لو حد خد مثلا الهارد ديسك بتاعك بره الجهاز، ملهوش اي طريقة ان هو يقدر ان هو يفك التشفير ده. وطبعا في الاو اس المقابل زي لينكس او ماك او الكلام ده، ليها كل واحدة فيهم ليها طرق التشفير بتاعتها الخاصة بيها زي البيت لوكر كده بالظبط. يعني عندك لينكس، ومجرد ما انت بتبدأ في الانستليشن بتاع الاو اس بتاعك، بيبدأ ان هو يديلك اختيار ان انت تشفر الملفات وتشفر الداتا بتاعتك بكلمات سر على الهارد ديسك بتاعك. وطبعا هنعرف الطريقة بتاعة الكالي لينكس لما نوصل بإذن الله للكورس بتاع الكالي وأساسيات الكالي. هنبدأ نشرح الجزئية دي برضو عليه، لأن هي حاجة مهمة جدا فيما بعد، هتخصنا برضو يعني هتهمنا في كذا نقطة بعد كده بإذن الله أثناء كورسات تانية. طيب يعني أنا دلوقتي لو طبقت خاصية البيت لوكر كده، أنا بقيت في أمان والداتا بتاعتي عمرها ما هتتسرب. المشكلة أنا هحبطك بإن أنا هجاوب برضو عليك، برضو لأ. طيب نعمل إيه طيب؟ هنبدأ نتكلم عن موضوع حلقتنا الأساسي، فهو إيه اللي بيحصل بالظبط بيخلي حتى مفاتيح التشفير القوية دي بنقدر إن إحنا نكسرها. هنتكلم النهاردة عن نوع من أنواع الهجوم الشرس جدا اللي هو الكولد بوت أتاك. الكولد بوت أتاك ده طريقة شغله غريبة شوية. طبعا عارفين ان كل جهاز كمبيوتر فيه راندوم اكسس ميموري، والراندوم اكسس ميموري دي بتبدأ تحتفظ بالمعلومات علشان تقدر ان هي تخلي الجهاز يشتغل بشكل مستمر. طيب انا مثلا عايز ادخل على البيانات بتاعتي المهمة، فالمفروض ان انا بروح مدخل كلمة المرور جوه الرامات. طيب بعد ما دخلت كلمة المرور جوه الرامات، المفروض ان انا ايه اللي يحصل؟
بتفضل الرامات محتفظة بكلمة المرور دي علشان اجي لما اجي طالما ما عملتش لوج اوت تبدأ ان هي تخليني فاتح مثلا البارتيشن ده باستمرار. بالظبط زي ما يكون انا عندي باب كل ما بطلع بيتقفل، بس هي الرماد دي بتروح يعني بتحط زي مسند قدام الباب علشان يفضل مفتوح، عشان انا مش كل مثلا هقعد مثلا لو هاكسس مثلا الفولدر ده كل مثلا 5 دقايق ولا حاجة وانا شغال على الجهاز، مش هقعد كل مرة ادخل الباسورد. فهي بتبدأ تحتفظ بنسخة من الباسورد دي في الرامات بتاعتها لحين ما انا انتهي تماما. طيب، كلنا عارفين برضو ان موضوع الرامات دي ذاكرة متطايرة. يعني بمجرد ما انا هقفل جهاز الكمبيوتر، هتقول لي يا معتز خلاص انا بمجرد ما انا قفلت جهاز الكمبيوتر كل الباسوردز اللي موجودة في الرام الخاصة بالبيانات بتاعتي هتروح. هقول له بقى هنا الثغرة اللي بيدخل منها الهاكر للجهاز وبيقدر ان هو ياخد المعلومة منه. طيب ازاي؟ الهاكر ممكن يبقى داخل معاه نيتروجين سائل او هواء مضغوط، ومجرد ما انت بتسيب الجهاز بيبدأ يرش النيتروجين السائل ده على الرامات علشان يفضل مخليها محتفظة بالمعلومات دي، وبيروح واخد الرامات دي بيبدأ ان هو يركبها في جهاز تاني، وببرامج معينة بيبدأ ان هو يسحب كل البيانات اللي موجودة في الرامات حاليا. طبعا الباسورد ده بيبقى موجود في حتة معينة في الرامات بحيث ان هو ما يتمسحش، فبيبقى موجود في حتة آمنة شوية، او حتة ان انا مش مجرد ما هقفل جهاز الكمبيوتر على طول هيروح مفرغ، لا. ففي الحالة دي بيبدأ ان هو يدخل يروح واخد نسخة من الداتا اللي موجودة على الرامات، ويبدأ من خلالها يطلع الباسورد بتاع التشفير بتاع البيتلوكر، ويقدر ان هو يدخل على الداتا بسهولة شديدة جدا. معنى كده ان مفيش اي سبيل للحماية في الموضوع ده. الموضوع ده بإذن الله هنجاوب عليه في الحلقة التانية من درس الاستوريج. هفاجئك الدرس اللي جاي ان فيه هجوم كمان زي هجوم الكولد بوت اتاك، بيتسبب في ان انا اقدر ان انا اسرق باسوردات الوحدات التخزين بتاعتك لو انت مفعل عليها خاصية البيت لوكر. فما تنساش تفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.